الدلال اللي متعودين عليه بالوطن العربي هنا ما موجود، واللي اكثريتكم واني واحد من عندكم ما كنت حاسب قيمته. فخليني اشرح لكم شنو اللي موجود هنا وليش. أشياء ممكن نكون بدولنا العربية ما منتبهين عليها وعلى أهميتها، وش قد ممكن تكون هاي الأشياء مسهلة حياتنا، بس بالخارج هاي الأشياء مو موجودة. ونبلش بأول وحدة، غسيل السيارات بكندا على نوعين. ونبلش بأول نوع، غسيل بالكوينز. وإذا جيت وما عندك صرافة، مجرد إنك تحط العملة بالجهاز من فوق وراح تنزل لك القروش من جوا. أقل شي ممكن تبلش بيه $4 أو 5 أو 6 أو 7. $6 6 دقائق، إذا خلصت ال6 دقائق لازم ترجع تعبي من جديد. وكل الناس مثل ما تشوفون تغسل سياراتها بإيدها، وبعد ما تخلص الغسيل تشتري منشفة على مود تنشف سيارتك أو ملمع تايرات من هذا الجهاز. تجي بالمرحلة الثانية أو الأولى هاي بكيفك. بعد أنت تجي تسوي فاكيوم للسيارة، إنه أنت تجي تمسحها، يعني تنظفها من الغبار اللي موجود بالسيارة أو الأتربة اللي موجودة. فتجي تأخذ هذه الماشين هذه $3 ينطيك إياها لمدة دقيقتين. فلمدة دقيقتين أنت تقدر تمسح سيارتك، تدفع هنا بالماشين أو تدفع هنا هذه بالكوين $3 لمدة دقيقتين، تقعد تمسح السيارة بشكل كامل. وإذا خلصت الدقيقتين ترجع تعبي مرة ثانية، تشتري يعني مرة ثانية، تدفع $3 له وتاخذ دقيقتين مرة ثانية. هنا عبارة عن انه انت لازم كل شيء تسويه بنفسك، ماكو احد يساعدك. واذا رأيت احد يساعدك فراح يساعدك بمقابل، وهذا المقابل راح يكون يعني تكلفته كلش عالية. فهل تستوجب انه انت تعطي $50 على مود يجي احد ينظف لك سيارتك لو انت تسويها؟ فلذلك هاي واحدة من الشغلات اللي احنا بالوطن العربي ما حاسين بقيمتها، ولكن هي فشي كلش كبير. وهيك نكون خلصنا. اما اذا ما كنت تريد تغسل سيارتك بهاي الكوين اللي تدفع هاي القروش يعني، والنوع الثاني اللي هي الماشين اللي تدخل تغسل السيارة بشكل كامل. طبعا هاي اللي احنا متعودين عليها، انه يجي احد يغسل لك السيارة من برا ويجي ينظف لك اياها من جوا. هذا الشيء مو موجود، يعني هذا تشوفوه بس بالوطن العربي. فلذلك هاي اقول لكم واحدة من اهم الشغلات اللي كنا احنا ما حاسين بقيمتها. بلا زحمة عليك $20 ماكو هذا الشيء هنا. من لازم يعبي هنا بنزين؟ هم لازم هنا تعبي بنفسك، ماكو حد يعبي لك. فهنا تخيلوا بالبرد درجة الحرارة تكون تقريبا -40 -30. انت برغم هذا كله لازم انت تنزل تعبي بنزين، وما تشكم طبعا بساعتها شنو ايدك، شنو الاحساس اللي تحس بيه. يعني فشي كل صعب. فهاي ثاني شغلة احنا ما حاسين بقيمتها، ودار اشوفكم انه شنو الفروقات اللي موجودة بين هنا وبين الوطن العربي. ومثل ما تشوفون كل الأعمار أخدم نفسك بنفسك. وحتى المسواق أغلبية الناس من يتسوقون ياخذون الكيس وياهم، لأنه بالداخل ما حد ما راح يساعدك ولا أحد راح يحط لك الأغراض بالسلة مالتك. فأنت لازم تحمل كل شي بإيدك وتاخذه وياك، لأنه ما حد ما راح يساعدك. زين هسه اكيد انتوا قاعدين تسالون ليش هاي الشغلات مو موجوده بكندا. تكلفه العامل هنا بالساعه المينيمم تقريبا $15. فاذا تيجي تحسبها شيء على شيء، يعني هذا تقريبا يوميته بين 150 إلى $200. فصاحب العمل يفكر يقول لك انه اذا اني اجي احط هذه الرفاهيه بالبزنس مالتي، بالمشروع مالتي، فاني لازم احتاج خلينا نقول من 4 إلى 6 موظفين. دول ال4 إلى 6 موظفين تقريبا يقبضون بالشهر بين $2000 إلى $3000. فهل هذا الشيء بالنسبة له هو مستاهل إنه الناس تعيش برفاهية وهو دا يخسر هاي الأموال الطائلة بالنسبة له؟ أكيد لا. إحنا بالوطن العربي عكس هذا الشيء. إحنا عندنا التكلفة للعامل اليوم الواحد رخيصة، يعني قليلة. فهذا الشيء يخلي إنه حتى لو صاحب المشروع صاحب العمل إنه يجيب موظف ويخليه إنه يشتغل هاي الشغلة، ما راح يكلفه بالشهر كله يمكن تقريبا حوالي $200. فلذلك تلقون هنا هاي الشغلات مو موجودة. وهاي الرفاهية اللي احنا عايشين بيها بالوطن العربي يا جماعة والله اسمعوا مني، يعني احنا ما حاسين بقيمتها، بس صدقوني من راح تطلعون برا راح تعرفون معنى شنو
هاي الشغلات. طبعا اكو بعد هوايه امور مثل هذه ما ذكرناهم، بس انا ركزت تقريبا على الاشياء الرئيسيه. بس اريد اسالكم سؤال، بالنسبه لكم انتم شنو اكثر وحده مهمه من ذول اللي ذكرناهم؟ اكتبوا لي جواب بالكومنتات، ولا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.